لو كان اقل من 150 يبقى بند البرانش بلوك ايذر رايت اور ليفت، يعني اما رايت بند البرانش بلوك او ليفت بند البرانش بلوك. طب نفرق بينهم ازاي؟ انا لسه ما قلتهاش، بس لو حاولت تتلخبط بينهم مش هتعرف. مفيش مجال انك تتلخبط بينهم، ان شاء الله بنظرة واحدة بس على ليد في 1 هتفرق بينهم وانت مغمض. الموضوع ده اعتبره منتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدكتور شمس حامد في الحلقة السابعة من كورس اي سي جي فروم زيرو تو هيرو. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن كيو ار اس ديوريشن. في الحلقات اللي فاتت عرفنا يعني ايه اي سي جي، واتكلمنا هاو تو كالكوليت هارت ريت والابنورماليتيز اوف هارت ريذم، واتكلمنا عن البي ويفز abnormalities والبي ار انترفال. والنهارده جه دور الكيو ار اس، هنتكلم عن الكيو ار اس ديوريشن. فيلا بينا عشان ما نضيعش وقتنا. اول حاجه احنا اتفقنا عشان نعرف الابنورمال لازم نكون عارفين النورمال الاول. تعالوا نجيب القلم عشان ايه نبقى مع بعض في كل حاجه كده. عشان تعرف الابنورمال لازم تعرف النورمال. طيب الكيو ار اس نورمال ديوريشن المفروض ان هي نورمالي اقل من 2.5 سمول سكويرز، less than 2.5 small squares. يبقى الاب نورمال يا اما more than 2.5 small squares or equal، يعني يا اما يساوي 2.5 او اكتر من 2.5، لان النورمال اقل من 2.5، فبديهي كده الاب نورمال المفروض يا اما يساوي او اكتر من 2.5 سمول سكويرز. واحنا اتفقنا ان الديوريشن عدد المربعات الصغيره بالعرض، انما الفولتج عدد المربعات الصغيره بالطول العموديه فيرتيكالي. اوكي. طيب لو لقيت الكيو ار اس اكبر من او يساوي 2.5، افكر في ايه؟ افكر في الاربع حاجات دول: يا اما بندل برانش بلوك رايت او ليفت، يا اما فنتروكولار بيتس، يا اما هايبر كاليميا، يا اما دبليو بي دبليو سندروم. ولو عاوز تعرف كل التفاصيل عن دبليو بي دبليو سندروم انصحك تسمع الحلقه بتاعت البي ار انترفال، اتكلمنا فيها باستفاضه. الهايبر كاليميا هنشرحها في الحلقات الجايه. النهارده هنتكلم عن الفنتروكولار بيتس والبندل برانش بلوك. فيلا بينا. اه السكيما ديت تقريبا هي دي المحاضرة، يعني انت لو ركزت فيها هتفهم المحاضرة ببساطة جدا وبسهولة، فركز معايا كده. بص. آه. الوايت كيو ار اس، وايت كيو ار اس يعني ايه؟ يعني more than or equal 2.5 small squares. لو كان في some beats only، يعني في بعض بس البيتس او النبضات، يبقى ده اسمه ventricular extra systole. لو كان في كل الاي سي جي هتبص على الهارت ريت. لو كان اكتر من 150، يعني عندك وايت كيو ار اس في كل في كل الليدز اوف اي سي جي، هتبص على الهارت ريت. لو كان اكبر من 150 يبقى في تاك فنتريكولار تاكيكارديا. لو كان اقل من 150 يبقى بند البرانش بلوك ايذر رايت اور ليفت، يعني اما رايت بند البرانش بلوك او ليفت بند البرانش بلوك. طب نفرق بينهم ازاي؟ انا لسه ما قلتهاش، بس لو حاولت تتلخبط بينهم مش هتعرف. مفيش مجال انك تتلخبط بينهم، ان شاء الله بنظرة واحدة بس على ليد في 1 هتفرق بينهم وانت مغمض. الموضوع ده اعتبره منتهي. فتعالوا نشوف الاول حاجه الفنتريكولار اكسترا سيستول دي اللي هي وايت كيو ار اس ان سام بيتس اونلي. تعالوا نشوف صوره ليها عشان نعرف نميزها بسهوله. تعالوا ركز معايا كده، نجيب القلم تاني اهو. ان سام بيتس اونلي، لو بصيت على الكيو ار اس هنا، عايزين نجيب القلم. بص كده، لو هنا هنا المسافه الكيو ار اس هنا، لو جيت تحسب بينهم المربعات الصغيره دي الكيو ار اس، المربعات الصغيره هتلاقيها اكتر من 2 ونص، اكتر من 2 ونص. طيب هنا برضو اكتر من 2 ونص. طيب هنا اكتر من 2 ونص، انما هنا نورمال، هنا نورمال، هنا نورمال، هنا نورمال، هنا نورمال. فهي موجوده بس في صم بيتس، في بعض البيتس بس. طيب طالما هي موجوده في بعض البيتس يبقى دي كده فنتريكولار اكسترا سيستول. كده اسمها ايه؟ فنتريكولار اكسترا سيستول. هنرجع تاني. فنتريكولار اكسترا سيستول في بعض البيتس بس، في in some beats only اسمها ventricular extra systole. يبقى white QRS in some beats only equal ventricular extra systole. جميل جدا. دي صورة تانية جميلة برضو. ليه؟ ركز معايا كده، نشوف دي ايه اصلا، انا نفسي مش عارف. تعال نشوف. انا كده بيت اهيت فيها وايت كيو ار اس، هنا بيت كمان اهي فيها وايت كيو ار اس. هنا الكيو ار اس نورمال، كيو ار اس هنا نورمال، نورمال. يبقى دي كده اسمها ventricular extra systole. جميل جدا. طيب لو كان الوايت كيو ار اس في كل الليدز، ركز معايا هنشوف هي موجوده في كل الليدز ولا لا. يعني ليد 1، ليد 2، ليد 3، في 1، اي في اف واي في، كله موجوده تقريبا في كله. كده المفروض اشوف الهارت ريت. لو كان اكتر من 150 يبقى في تاك.
لو كان اقل من 150 يبقى كده بند البرانش بلوك. طب تعال نشوف كده الهارت ريت هنا، ركز معايا. المفروض طبعا ازاي تحسب الهارت ريت ان ليس ذان 10 سكند، انصحك تشوف الحلقه الثانيه وهسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. ادي كده لو جيت تحسب هتلاقي 300 على تقريبا 1 و2 او 1 و3 هتلاقيها معديه ال 150، يبقى ده فينتريكولار تاكيكارديا. اتمنى تكون وضحت. جميل جدا. طيب تعالى بقى لاهم حاجه في المحاضره ديت، البند البرانش بلوك اللي المفروض انت تبص لها، يعني ما تاخدش منك ثانيه وتكون مشخصها. اشخصها ازاي؟ بص يا سيدي، انت هتبص على ليد في 1. هتبص على ليد في 1 لو لقيتها عامله زي حرف الام. حرف الام المفروض انها تبقى وايد الاول، وايد كيو ار اس. تعال نشوف هي وايد ولا لا. تعال نشوف. ده اهي كيو ار اس. لو جيت تحسب هتلاقيها واخده حوالي 3 او 4 سمول سكويرز، 3 او 4 مربعات صغيرين. طيب هي اكتر من 2 ونص، يبقى كده ايه؟ وايد كيو ار اس. لو لقيت في ليد في 1 الكيو ار اس اب رايت، يعني لفوق، اب رايت بوزيتيف اب رايت. طبعا بوزيتيف ونيجاتيف والكلام ده اتكلمنا عنه في المحاضره الاولى، بس اب رايت يعني ايه؟ يعني لفوق. او بوزيتيف يعني ايه؟ يعني لفوق كده. يبقى وهي وايت كيو ار اس، يبقى كده رايت باند البرانش بلوك. وفي حاجه عشان تسهل عليك، تلاقيها عامله زي حرف الام كده. هذا حرف الام. حرف الام. حتى بنقول مارو. مارو يعني ايه؟ مارو اللي هي الام، حرف الام. رايت باند البرانش بلوك مارو. جميل جدا. حتى هنا من اسماء الكيو ار اس هنا هتبقى ار صغيره، اس كبيره، وار داش كبيره. يعني هتلاقيها عامله زي حرف الام بالظبط، ار صغيره اس كبيره ار داش كبيره. ديت من اسماء الكيو ار اس. تقدر ترجع للمحاضره الثانيه عشان تفهم يعني ايه اسماء الكيو ار اس، نيمز اوف كيو ار اس. اوكي. طب تعالى نشوف الليفت باند البرانش بلوك. لازم يكون وايت كيو ار اس. هذا لو جيت تحسبها هتلاقيها وايت كيو ار اس. بس هنا الفي 1 نيجاتيف. نيجاتيف يعني ايه؟ يعني داون سلوبنج، يعني لتحت. شوف في الرايت باند البرانش بلوك عامله زي حرف الام، واب رايت لفوق كده رايت باند البرانش بلوك. انا بص على ليد في 1، لو كان الكيو ار اس لو كان الكيو ار اس وايد كيو ار اس واب رايت، يبقى كده الرايت باند البرانش بلوك. طيب لو كانت الكيو ار اس وايد بس داون سلوبن يعني لتحت، يبقى كده ليفت باند البرانش بلوك. اتمنى تكون الصوره وضحت. وطبعا هتلاقي معاها الهارت ريت اقل من 150. شوف الصوره دي كمان. تعال ركز معايا في الصوره دي كده. دي حرف الام اهو، ادي حرف الام. تمام. والوايت كيو ار اس في ليد في 1. انا بص على ليد في 1، يبقى كده رايت باند البرانش بلوك. طيب الليفت باند البرانش بلوك، ادي ليد في 1 وايت كيو ار اس وداون سلوبنج، واكيد الهارت ريت هتلاقيه هنا اقل من 150، يبقى خلصت. يبقى ديت ليفت باند البرانش بلوك. حتى بنقول على ليفت باند البرانش بلوك ويليام، حرف الدبليو لتحت يعني. ليفت باند البرانش بلوك يبقى ويليام، انما رايت باند البرانش بلوك يبقى مارو. مارو يبقى ام، حرف الام، ار رايت باند البرانش بلوك. اتمنى تكون الصوره وضحت كده. تعالوا نشوف صوره ليهم كده. ده اي سي جي، صوره اي سي جي كامله. هعمل ايه عشان اشخصها؟ تعالى بص عليها كده. ليد في 1 عامل زي حرف الام، رايت باند البرانش بلوك، خلصت. لو جيت تحسب الهارت ريت بتوين ذم هتلاقي يعني بتوين تو ار ويفز هتلاقيهم اقل من 150، يبقى كده رايت باند البرانش بلوك. تعال نشوف الصوره اللي بعدها كده. طيب الصوره اللي بعدها، تعال نشوف. ادا ليد في 1. ليد في 1 وايت كيو ار اس ونيجاتيف لتحت، يبقى كده ليفت باند البرانش بلوك. الموضوع ده خلصان. في حته كمان بيقولوا عليها، يعني ممكن تبص على ليد في 6. هتلاقي ان هي عامله زي يعني شوف هنا في ليفت باند البرانش بلوك هتلاقي ليد في 6. هتلاقي عامله زي حرف الام، وفيها نوتش كده اسمه بيفيد نوتش. بس انا بصراحه يعني مقتنع بتاعه الفي 1 افضل واسرع كمان، وهتوفر معاك وقت. تبص على ليد في 1 وايت كيو ار اس، شوفها اب رايت ولا داون رايت. لو اب رايت يبقى رايت باند البرانش بلوك، لو داون سلوبنج يبقى ليفت باند البرانش بلوك. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه ديت، وان شاء الله في الحلقه الجايه هنتكلم عن الكيو ار اس اكسس. هتعرف الفرق بين خليها للحلقه الجايه. هنتكلم عن الكيو ار اس اكسس. لو حد عنده اي سؤال يا ريت يسيبه لي تحت في الكومنتس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.